يستمر الكوميدي محمد باسو في طرح حلقات سلسلته سلكالة التي يحتل به الطندونس المغربي لفترة طويلة، فور طرح جديدها في نقد ووصف للواقع المغربي والتطرق للعديد من المواضيع والقضايا الحساسة في المجتمع. واليوم اهتم النشطاء بلحظة حديث الأخير عن الفنانة سعيدة شرف، وفي التفاصيل فقد تداول العديد من النشطاء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مشهدا من آخر حلقات سلكالة ليوم أمس، التي تحدث فيها عن الفنانة سعيدة شرف في خطوة تفاعل معها الجمهور باهتمام كبير. ويحكي المشهد عن لحظة دعوته لأحد الشخصيات الهامة طالبا منه العمل في مناسبته دون مقابل مادي، ليستشهد هنا بالفنانة سعيدة شرف قائلا: سعيدة شرف خدامة فابور حبا فالوطن. واعتبر الكثيرون أن باسو يستهزئ بالفنانة سعيدة شرف تحت ما يسمى بالعامية المغربية الدقي، علما أن ما استشهد به هو دائما ما صرحت به الفنانة في خرجاتها الإعلامية التي تؤكد فيها عن عملها في كثير من المناسبات دون مقابل مادي، فقط احتراما وتقديرا وفي سبيل إثبات حبها للوطن. لكن سياق ذكرها في سلكالة جعلت من الموضوع محط اهتمام كبير من طرف النشطاء الذين يدركون جيدا أن كل كلمة تدرج في الحلقة تكون ذات معنى عميق ورسالة قوية للجمهور. وفي هذا السياق توجه الكثيرون لتحذير الفنان ورفع شعار كلنا باسو، خوفا من توجه سعيدة شرف لمقاضاته قانونيا بعد الحديث عنها في حلقاته، حيث دون أحد النشطاء قائلا: سعيدة شرف على سبة تسمعك غدا تلقن المفوض القضائي عندك، ليردف الكثيرون تفاعلهم بالتساؤل عن المعنى الذي أراد باسو إيصاله لمتابعيه من هذا المشهد وسبب ذكره للفنانة.